حقي من غير تطبيل. طبعا انتوا عارفين هنا جاي المغرب تبع برنامج، فالناس بتعاملني معامله حلوه قوي. اول اسبوع كنت فاكر ان هم بيعاملوني حلو عشان انا شخص مشهور، شخص معروف، انا ضيف عندهم. بعد اسبوعين الموضوع اختلف. اكتشفت ان يا جماعه كل المغاربه كده. المغاربه بيعشقوا المصريين بجد. المغاربه بيحبوا ملكهم بطريقه انت لا تتخيلها، وبيحبوا الامير والاميره. المغاربه يعني اللي اكتشفته ان هم والله العظيم حاجه تانية كده خالص. بتروح مثلا مراكش بتروح كده تلاقي ناس معينه، بتروح هنا بتلاقي وحسيت بده امبارح في حفله. امبارح انا كنت موجود في حفله، كل اللي موجودين مغاربه. فجاه اتعرف ان انا مصري. والله العظيم كمية الترحيب وكمية التسقيف وكمية الناس اللي بتقول احنا بنحب مصر. الموضوع غريب. السؤال بقى، هل المصريين بيحبوا المغاربة وبيحبوا كل الناس، بس حب المغاربة للمصريين والله العظيم انا وصلت لمرحلة انا عايز اقعد مع ناس مغاربة اتكلم افهم ومعلومة قوي، بس لما تقعد شوية هتعلمها. الكلام ده عشان لو في حد مصري حابب يزور المغرب محترفين في كل المنتخبات طبعا. دي نقطة مهمة جدا، لأن المحترفين متعودين على أجواء في أوروبا، هي نفس الأجواء في المغرب، فعشان كده ظهروا بشكل ممتاز. كل المحترفين أنا أشوف أول بطولة يظهر فيها كل المحترفين بمستوى ممتاز. تشوف منتخبات نيجيريا، بتشوف مصر، تشوف المغرب، كل المحترفين الموجودين فيها الجزائر في أوروبا بيلعبوا بشكل ممتاز وبيأدوا بأداء ممتاز. فأنا أشوف صراحة إن النسخة ديت افضل نسخه في كاس الامم الافريقيه من حيث التنظيم والملاعب. ادت فرصه كبيره جدا لكل اللاعبين يظهروا بشكل كبير، وصراحه تنظيم اكثر من رائع، ملاعب اكثر من رائعه، حضور جماهيري عظيم. فان شاء الله باذن الله تكمل على خير، وان شاء الله يبقى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، احنا سعداء باش نكونوا معكم عاوتاني في هذا اللايف، نتكلموا على نشوفوا بعد ربع النهائي المنتخبات اللي وصلت، ونتكلموا كذلك على المباريات ديال ربع النهائي كيفاش كاينه. معنا دائما الاستاذ ديالنا الكبير السي بدر الدين ادريسي، ومعنا نجم الاسطوره منتخب مصر احمد المحمدي، بطل افريقيا 2008 و 2010 كابتن. اهلا بك. واحد اكثر اللاعبين اللي احترفوا في الدوري الانجليزي، تقريبا لعب في انديه كثيره، ومن اللاعبين اللي صراحه انا كنت معجب بهم كثير. ظهير ايمن، الله يخليك، ولعب في اكثر من نادي في بريطانيا وعنده تجربه كبيره. مرحبا به معنا اليوم في هذا اللايف هذا. ونخليو دائما الكلمه للاستاذ ديالنا السي بدر الدين اللي غيتكلمنا بعد على المنتخبات اللي وصلت لهذا الربع النهائي والحظوظ كذلك في المباريات اللي جايه ان شاء الله. خير ما نفتتح به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد أنني أكون إلى جانب صديقي وأخي يوسف، وأيضا أن أكون إلى جانب صديقي وأخي أحمد المحمدي. يعني قدموا بما فيه الكفاية. يوسف واحد من اللاعبين الأفذاذ وشخصية رائعة جدا، وأفضل الأظهرة اللي مروا على كرة القدم العربية والمصرية، بدليل أنه ليس أي واحد ممكن أنه يلعب في الدوري الإنجليزي، في البطولة الإنجليزية، يلعب مع نادي أستون فيلا ومحب لنادي أستون فيلا. وعندي قصة مع أستون فيلا أنا شخصيا، لأني وأنا بلعب مع منتخبات الأحياء عملنا وقتها منتخب ولعبنا ضد نادي أستون فيلا للأمل، لما لعب منتخب مشكل من أندية النادي القنيطري، الفتح، الجيش وأيضا جمعية لعبوا مع الفريق الأول، وإحنا كمنتخب أفضل منتخب لأحياء الرباط والسلا لعبنا ضد أمل أستون فيلا وقتها، وكنت انا حارس مرمى وقتها. يعني تقبل مني شنو انت تشكك في هذه المعلومه هذه كتشكك فيها؟ لا طبعا لا. فلذلك دائما عندي علاقه مع نادي استون فيلا، فريق جميل ورائع جدا. وطبعا نتركوا صديقنا احمد يسلم عليكم ويحييكم. السلام عليكم. اولا انا اكيد سعيد مع كابتن يوسف شيبو، الاخ العزيز، والاستاذ بدر استاذنا كلنا. اولا انا يعني بقول مبروك لكل المنتخبات العربيه اللي صعدت للدور القادم، منتخب المغرب،
منتخب مصر، منتخب الجزائر، اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. ثانيا بشكر الجمهور المغربي الكبير اللي دايما مساند للمنتخبات العربيه. بطوله من نصيب منتخب عربي، ان شاء الله الفاينل يبقى منتخبات عربيه ان شاء الله، وربنا يكرم كل المنتخبات العربيه في البطوله. طيب ندخلوا للموضوع. استاذ، تقييمك على هذه المنتخبات اللي وصلت ضربه ربع النهائي؟ أنا شخصيا أتصور على أنه نجاح أي بطولة لا يتوقف فقط على النجاح التنظيمي، النجاح الجماهيري، هذه كلها ما شاء الله متوفرة لهذه النسخة، نسخة المغرب 2025، بمعنى أنه نسخة استثنائية، نسخة غير مسبوقة، نسخة ستظل عالقة في ذاكرة الجميع. لكن عندما يضاف إليها أن المستويات الفنية ترتقي إلى درجات متقدمة جدا يعني، وتفرز في النهاية مباريات على أعلى مستوى، فهذا أيضا نجاح كروي. إذا نجاح جمع الأطراف كلها. أنا أعتقد على أن هذا أقوى دور ربع نهائي تشهده كأس أفريقيا الأمم في تاريخها، وسأقول لكم لماذا. أتفق تماما، يعني نتكلم على كل المنتخبات المستوى الأول، كل المنتخبات اللي موجودة دلوقتي حاليا، هو أنا أتفق مع الأستاذ بدر إن هو ده أقوى كوارتر فاينل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. طبعا. طيب كنا تنتفق على هذه النقطة دي. طيب غنعطيو الدليل. الدليل لأن الأرقام لا تكذب. أولا هذه أول كأس إفريقية للأمم تتطابق مع منطق الأرقام ومنطق التوقعات. اوكي، لما جينا من دور المجموعات كل المنتخبات التي تأهلت الى الدور الثمانية النهائي متصدرو المجموعات كانوا هم اصلا رؤوس المجموعات. صحيح. اوكي، اذا لم تكن هناك ادنى مفاجاه. وصلنا للدور الثمانية النهائي، ننتقل الى الدور ربع النهائي، لم تكن هناك ادنى مفاجاه. صحيح ان كانت مستويات المباريات متفاوته بحسب الخصوم، لكن اليوم الدور ربع النهائي يتواجد فيه 8 منتخبات هي من اصل 10 افضل منتخبات مصنفه على المستوى العالمي. هذه النقطة الأولى. ثم أيضا النقطة الثانية باستثناء منتخب مالي اللي في اعتقادي أنه أحدث نصف مفاجأة بإزاحة منتخب تونس. لو تأهل منتخب تونس كانت ستكون كل المنتخبات المشاركة في الدور ربع النهائي سبق لها الفوز بكأس أفريقيا الأمم. إذا مالي هي الوحيدة. ثم أيضا المؤشر الثالث واللي في اعتقادي يشاركني فيه محمدي وتشاركني فيه أيضا أنت، أن لو خديتي ربع النهائي، انا اقول لك باستثناء السنغال مالي ممكن اي ربع نهائي تقول عليه هذا مباراه نهائيه. مغرب كاميرون مباراه نهائيه ولا اجمل. مصر والكوت ديفوار مباراه نهائيه، نيجيريا والجزائر مباراه نهائيه. فبالتالي هذا اللي يعطي قيمه للدور الربع النهائي ويعطي قيمه لهذه البطوله، هي انها الاقوى والاجمل على كل المستويات. واعتقد اللي ساعد عليها يوسف هو ارضيات الملاعب والحضور الجماهيري. البلد هذا كذلك تنويع الملاعب، لأن